السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي ومشاهديني، عاملين ايه؟ النهارده بقى بنعمل معاكم العيش بتاع الأفران العادي اللي احنا بنشتريه بالشكل ده. شايفين شكله؟ عيش مفرود جميل، أنا عاملاه بنص كيلو دقيق بس، عملنا 12 رغيف. تعالوا بقى بنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول نبدأ الوصفة ازاي. بمعلقتين سكر حطيتهم على نص كوباية مية وكيس من الخميرة ونص كيلو دقيق بس، كل المكونات من البيت. نقوم مقلبينهم كده ونغطي عليهم 10 دقايق لتتفاعل الخميرة. واثقة من خميرتك حطيها مباشر ومية دافية، طبعا المية اللي في النص كوباية دي مية دافية. بدأت كده طبعا أنا نخلة الدقيق كويس جدا، غطيت على الخميرة بتاعتي، بدأت تتخمر بالشكل ده. بعد 10 دقايق نزلت بيها طبعا وحاطة ذرة ملح في الدقيق، نزلت بالخميرة كده على الدقيق وقلبنا بمعلقة كده لحد ما تدوب خالص. نزلنا بكوباية من المية الدافية برضو، كوباية واحدة دلوقتي ومعايا نص كوباية تانية. هو تقريبا كده خدت معايا كوباية ونص من المية اللي نص كيلو دقيق، كوباية ونص فقط. طبعا في دقيق بيقبل مية ودقيق ما بيقبلش، على حسب. هو قبل معايا كده كوباية ونص. نكمل بقى عجن في الخليط بتاعنا ده، الدقيق والمية، وهوريكم النتيجة. عجننا كويس جدا، لازم نعجن طبعا العجينة بتاعتنا كويس جدا عشان تدينا نتيجة كويسة في العيش. بدأت كده أنا هاسيب العجينة دي يا دوبك حطيتها في بولة كده نضيفة، وهاسيبها حوالي ساعة كده خمران، وهغطي عليها طبعا. بدأت كده العجينة تكون طرية معايا ملسة وجميلة وناعمة. غطيت عليها، وبعد ما غطيت عليها سبتها حوالي ساعة كانت خمرت بالشكل ده. نزلتها على المفرش، رشيت طبعا شوية من الدقيق في الأول، وهجزاها معاكم كور بالشكل ده، كور صغيرة، كرة مثلا قد البرتقال البلدي الصغيرة أو أكبر من الليمونة شوية. ودي هتعمل معايا رغيف مفروض كبير ما شاء الله، وأحسن من اللي احنا بنشتريه كمان. بدأت كده قرصت كل العجينة بتاعتي على أقراص صغيرة كده بالحجم ده، حجم الكرة الصغيرة أو البرتقانة البلدي الصغيرة. تمام كده. كل ده طبعا عمل لي 12 قطعة عيش. بدأت غطيت عليها ترتاح ربع ساعة. بعد ما قرصتها كده حطيتها في صينية. بدأت كده خلاص عدت الربع ساعة، أبدأ أفرد الرغيف بتاعي يكون سمكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما يعني بفرده فردة بحيث ما يبقاش رقيق جدا، يكون برضو فيه سمك صغير كده شوية، زي هوريكم شكله دلوقتي. شايفين شكله؟ سمك جميل ومش خفيف ولا تقيل. الرغيف يكون معايا كده مفرود وشكله حلو. هبدأ كده طبعا على فوطة، وهبدأ أرصص العيش بتاعي بعيد عن بعضه طبعا عشان ما يلزقش العجينة. وهبدأ طبعا على طاسة على النار، أو عندك مثلا صينية ألمونيا، عندك صاجة، أي حاجة هتعملي بيها هتسوي العيش. ما عملناش طبعا في فرن البوتاجاز، احنا حطيناه على صاجة للناس اللي ما عندهاش طبعا فرن، أو عايزين يعملوها على البوتاجاز عادي. وهعمله معاكم مرة تانية برضو إن شاء الله في الفرن، وهنشوف هيطلع نتيجته ايه. شايفين حبايبي؟ ببدأ طبعا أنزل دقيق على المفرش، وأبدأ أنزل بالتانية، وهبدأ بقى سخنت طبعا، لازم تكون الصينية سخنة جدا قبل ما أنزل العيش. شايفين بيقب معايا ازاي؟ أبدأ أدوس كده وأقلبه طبعا باستمرار على الوش التاني عشان يقب معايا. ببدأ طبعا على كل وجه كده، طلع معايا قابب وجميل ازاي. ببدأ كده برضو أقلب في العيش بتاعي عشان يديني قبابان كده ويبقى حلو. مش شرط برضو يبقى معاكي كل الكمية، حتى لو ما يبقاش بيبقى عيش مورق وجميل برضو، ويطلع معاكي احسن من اللي انت بتشتريه. شايفين؟ هو اول طبعا لازم الصينية تكون سخنة، لازم عشان يديكي القبابان ده. لو الصينية باردة انا كنت وطيت النار شوية. ببدأ طبعا عملت كل العيش اللي انتوا شايفينه ده، عمل لي كمية محترمة 12 رغيف، وكلهم ما شاء الله كبار، مفيش رغيف صغير فيهم، كلهم كبار يكفي الرغيف فرد. شايفين مفتوح ازاي وجميل؟ يلا جربي الوصفة، لو عجبتك ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس، واعملي شير بقى لكل اللي بتحبوهم وعايزينهم يشوفوا الوصفة. شايفين حبايبي؟ بتلميه طبعا وبتعينيه.